الله يساعد المنتخب العراقي يعني بالملعب. طبعا قبل لا يذبحون الكبش يشغلون البخور. شوفوا شنو هذا يربون بالحديقة. هاي وانا جاي امشي للمطار بالطريق شفت هذا المكان يبيعون بيه الخرفان. هاي النوعية يبيعونها على الوزن لا تتعاركن. فسعر الكيلو مثل ما شايفين 78 درهم، اقل شيء تقريبا 60 كيلو، فالواحد يطلع تقريبا 4680 درهم، يعني نقول 520 دولار يا اخوان. هاي النوعية اللي موجودة عندهم، واللي قدام اكو نوعية ثانية يعني اكو هاي النوعية الثانية هم السعر 78 واكو ب 81. هذا الماعز، هاي الخرفان اللي موجودة عندهم بها ذيل مو نفسنا يعني هيك قطعة من اللية. الكيوي عندهم كلش غالي. هذا ايش تتخيلون ايش قد سعر الكيلو؟ تقريبا 47 درهم يا اخوان، يعني 8000 دينار عراقي للكيلو، 5 دولارات وشوي. بالنسبة لهذا المكان اللي يبيعون بيه اغنام موجود قريب على هذا السوبر ماركت، هسه اللي قبل شوي فتت له اشتريت منه بعض الاشياء، وهذا هو المطار شوفوا هذاك هو. فهسه راح ننطلق الى تونس ان شاء الله. طبعا انا اقدر اخذ باص مباشره ينزلني يم باب المطار، لكن عندي وقت هواي فاختاريت باص ثاني ينزلني يم السوبر ماركت. الحلو انه جاي يتمشى بهذا الشارع يا اخوان، يبعد المطار يعني وين ما نزلني الباص الى باب المطار تقريبا هذا 20 دقيقه، هذا هو، وجاي اتمشى واستمتع. الهواء هنا رائع رائع. الهواء يعني مو كلش قوي حاليا، اقصد الاكسجين يعني نقي جدا لان الخضار من كل جانب شوفوا. ففعلا راح اشتاق للعاصمه المغربيه الرباط، جميله جدا فعلا تستحق الزياره. هذا الشارع كلش حبيته، جميل جدا، يعني راحه نفسيه وانتم تتمشون بهذا الشارع. الرحله مالتي من تيرمينال الوان، يعني مبنى رقم 1. ختمت الجواز وكملت كل اجراءات المطار، فباقي تقريبا 2.5 ساعات عن رحلتي. الحمد لله وصلت. مدة الرحلة كانت 2 و20 دقيقة، يعني سهلة جدا، لأن طار مباشرة على الجزائر يا اخوان، وبعدها وصلنا إلى تونس. يا اخوان طبعا صديقي رامي، شلونك اخي العزيز؟ اهلا وسهلا. الله يحفظك. الحمد لله، والحمد لله على وصول محمد. تونس بلادنا مزيانه، بلد جميل، ماكله بنينه كما نقولوا بالتونسي، يعني الاكل طيب برشا، الاكل طيب برشا. ومرحبا بك محمد. الله نجربوا يحفظك. برشا اماكن، نقولوا بلايص في تونس، نقولوا نحكيوا شاء الله. اكثر فرنسي، نقولوا دي بلان زاده. دونك محمد بعض الاحيان احكي وياه باللغه الانجليزيه انجليزيه، اي نحكيوا ساعات مو كل الكلام افهمه. فان شاء الله يا اخوان راح نكتشف تونس. هو اكيد راح ياخذنا رامي الى اماكن جميله، وحاليا الساعه تقريبا بالثنتين بالليل وهو اجاني للمطار. الله اهلا يحفظك. وسهلا. شكرا أهلاً جزيلا وسهلاً. لك. الله يطول. اليوم رحبات ببيت رامي يا اخوان، طبعا هو صديقي من زمان، وان شاء الله باكر راح نشرح لكم كامل التفاصيل بالنسبه للسفر الى تونس، فتاكدوا انتم مشتركين بالقناه. تصبحون على خير. جينا لهذا المكان اصدقائي، عباره عن ملعب حتى نلعب طوبه، كره قدم، احنا بالعراق نسميها طوبه. هاي المجموعه مالتنا، اول شيء لازم نسوي حماء وبعدها نلعب، تمام، حتى لا يصير عندنا تشنج. تدريباتهم صعبه يا اخوان، والله تعبت. هذا الى الان فقط حماء، صار لنا تقريبا 20 دقيقه، فتعب حتى لا يصير عندنا تشنج، وبعدها راح نصير فريقين ونلعب. الحمد لله اصدقائي، انتهت اللعبه واحنا فزنا. انا قولت جولين بس تعب. الله يساعد المنتخب العراقي يعني بالملعب من يلعب. هاي اكيد بعد الطوبه لازم ناكل شيء لان تعبنا. انا طلبت هاي عباره عن كومبير، ورامي فزنا عليكم رامي لان هو كان مو من مجموعتي. مبروك. وين طلب؟ دجاج مقلي وبطاطا وصوص، يعني الف عافيه. شكرا.
انتم هم عندكم العافيه النار نفس المغرب لو تختلفون؟ نقولوا صحة. ها احنا صح، نقولوا صحة. بس العافيه صحة بالشفاء. ايه الف عافيه. الف عافية. طبعا هذا الفيديو يعني هيك راح يكون بسيط، الفيديو القادم راح تشوفون اجمل يعني الاماكن السياحيه اللي موجوده في تونس. ما شاء الله العملة التونسية يعني كلش قوية. تخيلوا ال 100 دولار يساوي 290 دينار فقط، يعني الدولار الواحد يساوي هذا 2.9. لكن اكو شيء مهم على العملة التونسية لازم تعرفونها، يعني مو على العملة التونسية وإنما إذا زرتوا هالبلد، بعدين راح أحكي لكم إياها بنهاية الفيديو. يعني إذا ما طبقتوها احتمال تروح فلوسكم. راح نصور لكم أجواء العيد، أول يوم العيد في تونس. رامي شنو راح نسوي اليوم؟ صباح النور. نزور العائلة وباش نبدأ الذبح توا 7 متاع الصباح، يعني بكري، اما ان شاء الله يتعادنا يوم جميل وكنا نفرح مع بعض ونستمتع إن شاء الله. طبعا قبل لا يذبحون الكبش يشغلون البخور. طبعا سألتهم شنو السبب، يقولون انه البخور يهدي اعصاب الخروف، فهذا هو السبب اللي يستخدمونه مثل ما شايفين. بالنسبة للخروف الصغير يسمونه علوش. والكبير شنو يسمونه؟ العام يسمى بركوس او كبش. كبش. هاي يمكن يعني كلمة امازيغية. كلمة اصلها امازيغي. هذا اللي بيليه العلوش. هاي هذا عربي يتسمى سلالة، نحن نقولوا سلالة سلالة عربية. هاي يسمونها سلطة مشوية، يستخدمون البيض والزيتون والتونة. بالنسبة للعيد في تونس بعد ما يذبحون العلوش يجتمعون العائلة كلها يا اخوان ويشون هذا بعض اللحم، والشيء الثاني انه يجيبون اكلات مختلفة هم طابخينها، فالطعم كلش طيب. جربت بعض الاكلات واكلت وياهم، حسيت نفسي كأنه واحد من العائلة، والله ناس طيبين جدا فعلا. الشعب التونسي مضياف مثل ما نقول، يعني كرماء. اللي يسأل عن اسعار الفنادق، الاسعار تبدي تقريبا من 30 دولار وانتم صاعدين يا اصدقائي، حسب الفندق، مثلا نجمة نجمتين الى 5 نجوم، وكل مدينة مثل تختلف اسعارها عن الثانية. والعلم يا اصدقائي تطور، يعني تقدرون تشوفون الاسعار على الانترنت، مثل سعر الفندق، سعر الطيران، فهذا الشيء سهل مو صحيح؟ ولا تنسون الاشتراك بالقناة، واتمنى منكم تتابعوني على الفيسبوك يا اصدقائي، راح اضيف لكم الصفحة في اول تعليق مثبت. شوف ما غادي، شوف على اليسار تو ضايع الشمس. المنظر جميل جدا، تشوفون كل مدينة تونس. بالنسبة للي يسأل عن الأكل، المطبخ التونسي غني عن التعريف، عندهم أطباق يعني متنوعة. فالفيديو القادم راح نجرب لكم الأكلات الشعبية، راح تشوفون أكلات يمكن أول مرة بحياتكم يعني تشوفونها يا أصدقائي، فتأكدوا أنتم مشتركين بالقناة. يستخدمون هذا الشيء نسيت شنو اسمه حتى يطردون الناموس، لأن الخضار عندهم في كل مكان، في بعض الأماكن أكو ناموس. بالنسبة للجواز العراقي يقدر يفوت إلى تونس لمدة 15 يوم بدون فيزا، وباقي الجنسيات العربية 90 يوم. لكن أكو نقطة مهمة لازم تنتبهون عليها. على سبيل المثال أنت زرت هالبلد وبقيت 15 يوم، ما يصير مثل تغادر وترجع مرة ثانية مثل بعد أسبوع أو شهر، لا، لازم تنتظر 180 يوم يعني 6 أشهر حتى تقدر تزور يعني تونس مرة ثانية. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه إذا أنت زرت هالبلد وعندك مبلغ مثل أكثر من 1400 دولار لازم تصرح به. على سبيل المثال بعد ما تختمون الجواز يعني من توصلون للمطار اكو مكان خاص تقولوا له مثلا ايش قد عندكم بالعمله الاجنبيه، راح نقول على سبيل المثال 5000 دولار، تمام؟ فبعد ما صرحتوا بهاي العمله ال 5000 دولار وزرتوا هالبلد وبقيتوا تقريبا نقول 10 ايام، ايش قد صرفتوا؟ على سبيل المثال نقول هذا 1000 دولار، ايش قد بقى عندكم؟ 4000. فوانت مغادر هالبلد راح يسألك يقول لك عندك عمله اجنبيه، راح تقول له نعم، يقول لك شوفني الوصل اللي اخذتوه بالبدايه، اذا ما مصرح بهن ايش راح يصير؟ راح يصادرون فلوسك. فهاي النقطه مهمه جدا مو بس للجواز العراقي، يعني لكل الجنسيات، تمام؟ ونتمنى عجبكم هذا الفيديو، اشتركوا بالقناه، سووا مشاركه للمقطع، وكان هيك فيديو سريع، وحاليا انا موجود بالمطار ومنطلق ان شاء الله الى
يعني مسافر الى بلد جديد. هسه تقولوا لي ما بقيت هواي بتونس. لا اخوان، بقيت 14 يوم، لكن صورت لكم بعض الفيديوهات بس يحتاج شويه اسوي مونتاج، لان المونتاج متعب جدا جدا. مو تفكرون انه هذا الفيديو اللي تشوفونه 10 دقائق يعني ياخذ من وقتي هيك ساعه، لا ياخذ ايام، لان المونتاج فعلا متعب. فاشتركوا بالقناه، والفيديوهات القادمه راح تكون جميله، واكتبوا لي بالتعليقات وين تتوقعون مسافر.